الناس اللي بعدا اللي كانوا نصحوني في ديك الوقيته كان عبد العلي المجاهدي، معتقل في قضايا الارهاب، تنظيم القاعده. تيحلوا الكذوب، يجوز تكذب. علاش؟ حيت الناس عندهم كفار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي خوتي جميعا. اش اخباركم؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ صحة مزيان؟ كي داير الاحوال؟ توحشناكم، توحشنا الرجال، الناس الطيبين. وكنحبكم في الله، كنحبكم في الله، يعني انا والقارين ديالي كنحبكم في الله. واش غنقول لكم؟ سيروا الله يعطيكم ما كتمنوا في حياتكم ديال الخير، واللي عنده امه بالحياة الله يطول لها عمرها، واللي مريضة الله يشافيها، واللي عنده امه متوفية الله يرحمها ويوسع عليها ويجعلها من الفائزين أو الفائزات بالجنة. كذلك الأب اللي عنده الأب ديالو الله يطول له العمر ديالو، واللي عنده باه مريض الله يشافيه ويعافيه، واللي عنده باه ميت بحالي أنا الله يرحمه ويوسع عليه ويرحم والدينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. خوتي تحياتي لكم. غادي نتكلم اليوم على واحد الموضوع اللي تأديت فيه بزاف في حياتي. هذا الموضوع هذا مرضني وبزاف. الحقيقة هي هذه، واخا دوزت عليه السجن وتكرفست وتعذبت، ما شنو وقع لي في هذا الشيء هذا، داكشي بزاف، ولكن باقي كنقاسي منه، باقي كنقاسي. و يعني بزاف د المسائل كتوقع لي في هذا المشكل هذا ديال الشيء اللي دوزت عليه السجن، ولكن باقين بعض الناس كيشدوني من هذه النقطة هذه لحشمة لحية بدون استحياء. بحال مؤخرا وقع لي هذا المشكل هذا، وتم استدعائي من طرف الفرقة الوطنية، وهذا المشكل هذا حيد الموضوع. يعني كثير من الناس اللي كيتهمونا وما يكرهوش يطيحونا في الحبس ديما على هذا المشكل، حيت اي مشكل تيوقع خصهم يجبدوا لك داك المشكل هذاك، تغنيت معاه غلبتو هذاك داير ارهابي، وقع المشكل معاه هذاك بغا يقتلنا ارهابي. في اي مع اي ناس ومع اي نوع، او شو الناس اخرين تيجيبوا شي شمكار ويحرضوه المجاهدي ارهابي، ولكن المجاهدي راه ماشي ارهابي، راه ماشي ارهابي، راكم كتكذبوا عليه بزاف، وانتم منافقين الكذابه، انتم كذابه وبزاف. ما عرفتش علاش تكذبوا بزاف على هذا الشيء، ما كتقدوش بلسانكم وبذراعكم، كتوليو كذابه ومنافقين صافي. هنا واقفه لكم اللي بالهم كيتغلب تيقدش بالرجوله وبالمصداقيه، تيبدا يصيفط ناس يديروا شكايات ان عبد العالي المجاهدي ارهابي، بحال اللي داروا لي في السنتين اللي مشيت فيها بعامين ديال الحبس هكا.
كنت وقفت لبعض الكلاب في وجهها هنا في فاس، بعض العصابات وبعض الموسخين اللي كانوا كيديو الناس رزقها هنا في فاس. فاش كنت خرجت من 10 سنين ديال السجن، وفي نفس الوقت خرجت على داك الملف ديال الارهاب كنت دوزت فيه 10 سنين، ولكن تراجعت من هذا الفكر هذا، ما بقاش عندي هذا الفكر. وليت انسان عادي، وليت اندمجت. ولكن بقوة المشاكل مع إدارة السجون، إدارة السجون كانت كدير اللي يعجبها في المعتقلين. واخا انت مندمج خليك في داك الفكر، واخا واحد اخر ما مندمج يعني ما تراجعش من داك الفكر، غير هو منضبط معاها، ما كيديرش ما كيطلبش حقه وداخل سوق راسو، كدير هي ما عندهاش مشكل، تتقول لهم حيد منه هذا الفكر. يعني كتقبلوا في المصالحه، هو واحد راه متراجع ولكن مدابز معاهم على حقوقه، ما تيحملوهاش، تيثبتوا عليه وداك الشيء كذوب، ويجيبوا الناس اللي يشهدوا فيه، ويجيبوا شمكاره اللي يشهدوا فيه، ويوريهم شنو غيديروا وشنو غيكتبوا وشنو غيصاوبوا. داروها لي، وغير مؤخرا دارت لي هذه القضيه، ولكن هذا الشيء من بعد غنهضر عليه. يعني فاش خرجت من 10 سنوات خرجت عادي، تلاقاو لي الاصدقاء ديالي صحابي ولاد الحومه الدراري انا ما تنعرفهمش، انا الدراري ما تنعرفهمش نهائيا، هما كانوا كيسمعوا بيا، كيسمعوا بالمجاهدين، وانا بكل تواضع كان صوتي كلشي كيعرفني وكلشي كيحترمني، وفي نفس الوقت المجرمين تيخافوا مني، كان صوتي مضاربه مجاهدين مجاهدين مجاهدين. المهم تلاقاو بيا بعض اشخاص ولاو تيعمروا معايا، ولاو يجلسوا معايا، ولاو يمشيو معايا، ولاو يتسخروا ليا، ولاو يخدموني، وبزاف د المسائل بزاف. ولكن حنا ما تنبغيوش نطيحوا بنادم، ديما تنقولوا بنادم حيت رجولتنا هكا، ولا هما غير حسرافه وطبوعه كيطيحوا قيمه بنادم. ولكن لا في فاس كله دير الاحتياط. علاش؟ حيت المجاهدي فاش خرج من الحبس، حيت كان زمات ديالهم في الحبس، العائقين ديال فاس ولا ديال اي بلاصه زمتهم عبد العالي، تقدوش يتصروا عليه، تقدوش يتصروا عليه. مخير اللي كيقول لك انا وانا الا ضرب تجاهي غياكلها. اداره في الحرب ديما شنو يديروا؟ غتكون حاله استنفار في الملاهي الليليه ديال فاس بيران في اي بلاصه، ولو انني ما نفكر في حتى شي حاجه قبيحه، انا حتى شي حاجه. وقعت المشاكل منين دخلت لذاك العالم ديال الليل، لقيت عالم اخر ديال عالم ديال الحقره، عالم ديال تكرفيت على بنات عباد الله، البنت هكا. المهم داكشي غريب، القاصرات، واحد العالم بوحديتو ديال الليل هنا في فاس. انا ما عجبنيش داكشي هذاك. المهم نط معاهم في المشاكل يعني عاديه ديال ناس عادي. انا انحرفت انا بشر، انا اللي طبيعي، ما عندي في عقلي حتى شي حاجه نهائيا، عقلي بالعكس. انا بعدت من داك الفكر الاخر، فرحت، بغيت نعيش حياتي، بغيت نكون بحال الناس، بغيت انا الله سبحانه وتعالى خلقني في الدنيا هذه، فاما بنعمه ربك فحدث. ولكن المجرمين اللي تيدخل في وسطهم السبع والرجل الاصيل والرجل الحر، الرجال المزوره والضبوعه اللي كتسمي راسها اسود، مرضات بزاف. شنو غيديروا هاد المجرمين؟ ملي غنشدوا هاد المجاهدين، جربوا راسهم في مواجهات، جربوا راسهم في مدابزات، جربوا راسهم في عصابات مع مواجهات بيناتنا،
ديما منتصر عليهم وديما ما كيغير العصا، واصلا تيرجعوا كي الكلاب، كاين اللي كيرجع غير في الاخر كيقلبها بكا. يكلاب والله ثقوا بيا، الا احتراماتي لبعض الرجال اللي باقي ثابتين في الرجوله ديالهم معنا والاحترام، كيحترمونا وتيقدرونا الصراحه هي هذه. ولكن كاين بعض الموسخين اللي كانوا شادينها من الكعلان ديالها، والله كانوا شادينها من الكعلان ديالها. شنو تيديروا هاد الموسخين؟ بحال واحد الموسخ ميكروب معدي حقار، لا داعي لذكر الاسم ديالو، كان دائما هذا الميكروب هذا كنشد واحد الملهى، يعني واحد الديسكوتيك، ووجهو كله مخصر، تي حمار وجهو ما فايتين ضاربين الوجه صافي ولا كيضربو شو. هذا ميكروب شنو هي ميكروب؟ موسخ اخبث الناس، تيغتصب بنات عباد الله، القاصرات، الغبرة، جميع انواع المخدرات. كاين شي مسائل اللي خطيره جدا. هذا وقعت لي معاه مشكل، وقعت مواجهه، ولكن ربي نصرني عليهم، ولو انهم بهم مصيبه ديال الكلاب اللي كتنبحاوها. شنو داروا؟ بداو تيكتبوا شكايات انني ارهابي، وكنهددهم غندير غنفعل غنترك، وانا هادشي ما كاينش نهائيا، ما عنديش عقلي نهائيا، وما كنفكرش. علاش؟ اصلا انا فاش كنت في السجن تقريبا راه بقات لي 4 سنين، راه دوزت تقريبا 6 سنين ولا 5 سنين ونص، 5 سنين ونص وكثر كاع، 5 سنين تقريبا. ولا هاد الفكر تراجعت عليه، وكبت انا اللي عندهم هاد الفكر ديال السلفيه الجهاديه، كبت معاهم في وسط الحبس وما تفاهمناش. علاش؟ حيت لقيت النفاق، حيت لقيت الكذوب، حيت لقيتهم بحاطيين، حيت لقيتهم كذابة هما، حب النفس، حب الأنا، حب الزعامة، حب الشجاعة، ما تيديروش الحاجة وتيقولوا حنا اللي درناها. شحال دافعت عليهم في وسط الحبس، شحال درت عليهم اضرابات، شحال قطعت العروق ديال يديا على قبلهم. هادو اللي تيقولوا انهم موحدين، اما مسلمين راه حنا كنا مسلمين، انهم مجاهدين، هادو اللي تيقول لك هما باغيين يجاهدوا، باغيين يقاتلوا في سبيل الله، ما جاهدوا حتى نفسهم، ما جاهدوا حتى في نفسهم. والله كاين شي مسائل بعدو نتكلموا عليها خطيره جدا، خطيره. ما عليناش، كما قلنا هاد المنحرفين، هاد الناس هادو وقفوا ضدي في مدينه فاس، دبروا عليا في 2 سنين ديال السجن، وفقوا لي تهمه ديال 2 سنين، ولو انا عندي مشكل في شكل ردوه لي شكل، ومشيت مع معايا ديال السجن وماشي مشكل الحمد لله، وخرجت وهكاك حمد الله شكرتو، عادي عادي. ولكن هاد الطريقه، هاد الشيء هذا باقي غادي متمادين فيه، مستغلين هاد الملف. واش هاد الملف هذا، احتراماتي للسي عبد اللطيف الحموجي، واحتراماتي للمسؤولين ديال الدوله الكبار، الرجال الصادقين الشرفاء، واش حنا نبقاو مادين بهذا الملف اللي وقع لنا معاه المشكل غيبقى يحط ليا ملف ديال الارهاب؟ انا دخلت نعم سيدي ب10 شهور ديال السجن، حرضوا عليا شنكار تما موسخ، ما خلاش بس سب. والشكايات عندي ها هما من وسط الحبس خارجين الشكايات، والشكايات صيفطتهم للسيد وكيل العام، وداوني الحي الامني تما تكرفسوا عليا في وسط الحبس، داروني كندخل بالمينوط ونخرج بالمينوط، تليفون تنهضروا وانا بالمينوط هكا اليدي وما دايرين لي السماعه هكا، كتوصل 10 دقائق صافي تيحط السماعه مره في السيمانه. ومع العلم ان المعتقلين ديال السجن كيهضروا صباح وعشيه، عندهم تليفونات دايرين لهم في البيت، الا هذا العبد المذنب. واخطر من هادشي هو كيخرجوني للقفوزه، كيديروا لي قفز، الفسحه ديالي ساعه المكانه في النهار في وسط قفز، قداش قفز،
راه هذا هو العرض من التليفون لهنايا هكاك 2 متر على نص ونص تقريبا، ولا 3 متر على 3 ونص تقريبا ديال الطول، لا ديال الفوق، لا ساعة دابا انا كندخل بالمينوط توصل القفز عاد ندخلو لداخل كنخرج يدي على الكيشيه ويحيدوا لي المينوط، عاوتاني وسط الديكور نكون خارج عاوتاني نمد يدي تيديروا لي المينوط عاد يحلوا لي الباب ونخرج بحال اللي انا ماش داير وانا ما داير والو. هادي علاش؟ على فيديو، على مشكل وقع لي وتعداو عليا فيه، ولكن هكاك درت خطا الفيديو. اما التعدل السيد البوليسي تعدى عليا وهكاك الله يسامح، انا ما تابعته ما حتى شي حاجه وتعرضت للاهانه للسب للشتم ما خلاو. وفي الاخر بغاو يغرقوا المجاهدين في ملف اخر د الارهاب باش يلقاو كيديروا ينتقموا منه على داكشي القديم اللي دوز معاهم في وسط السجن. باش هاد السلفيه خدات الحقوق انا باقي الان كنتعرض للاذى، باش هاد السلفيه خدات الحقوق في داك الوقت انا باقي الان تنتعرض للاذى. ولكن الحمد لله، الحمد لله داك الوقت كانوا كيخاف كلشي، كيخاف السلفيه شوف الموظفين جايين كلشي كيهرب الا عبد العليم الجهادي اللي كيواجه. هما موظفين القدام راهم كيعرفوني ديال سنترال سلاد ديال عين قادوس ديال بوركايوز ديال تعرفوا المجاهدين بزاف السجون. عمرني كنت احتراف، عمرني كنت برقاك، عمرني كنت، ولكن لقيت الناس اللي انا معاهم وكنثيق فيهم ومشيت بداك الفكر ديالهم المتطرف برقاقه احترافه كذابه. لقيت راسي غادي في واحد المنهج الكذوب، واحد العقيده كذوب، واحد العقيده ما عندها حتى علاقه بالاسلام، واحد العقيده عندها علاقه بالغلو والتطرف وتكفير الناس وإداية الناس والكذوب على الناس. ماشي كذوب وتحليل، تحلوا الكذوب، يجوز تكذب. علاش؟ حيت الناس عندهم كفار، حيت الناس عندهم كفار مشركين وهكاك ما خلاو ما قالوا. وعندي شهود داخل السجن انهم في السنتين اللي دوز، خاصه مثلا العشر سنين اللي دوز في الخمس سنين الاولى بطبيعه الحال كنت عندي الفكر، ما نكذبش كان عندي الفكر ديال التطرف. ولا 5 سنين ونص تقريبا حتى 6 سنين، اما فاش بقات 4 سنوات تراجعت من داك الفكر. تما هي هذيك فاش خرجت من 10 سنين كامله خرجت عادي متراجع. ولكن فاش قدر عليا الله عاوتاني ظلموني بعامين ديال الحبس في هذا الفكر وانا ما عندي حتى شي علاقه سي عبد الحموشي. الساده المحترمين ديال الدوله ديالنا احتراماتي لكم، عندي الشهود ان مشيت بسنتين ظلما وعدوانا كيفاش تصرفت مع الشباب كانني نموذج في هذا الفكر اللي كنت فيه المتطرف. كنت نموذج. الدراري جايين باقيين شباب كانوا عندهم نفس الحماس اللي كان عندي انا في سن الطيش ديالي. دخلت تما بديك السنتين لقيت شباب صغار جايين 20 عام 21 عام 24 عام 30 عام، الناس اللي جايه مسكينه مغرره بهم. وهذا الشيء راه دخل لجوجل دير عبد العالي المجاهدي، اي واحد يدير عبد العالي المجاهدي ويتاكد. في وسط الحبس كانوا عندي حوارات مع الصحافه في هذا الملف، لا مع فاس نيوز ولا مع كثير، لا بدير واضح، لا مع قنوات بلجيكيين ولا هولنديين اللي داروا معي الحوار على هذا الفكر، خاصه على التراجعات وعلى الانضمام للتيار السلفي الاصلاحي اللي غادي كينبذ العنف وكيحب السلم والسلام ويكون ضد الافكار المتطرفه. والشباب اللي شحال من شاب رجعوا، عندي شهود شباب ندور عليهم واحد بواحد يديروا فيديوهات كاملين، مرحبا خويا المجاهد احنا معاك، نقولوا الحق انت كنتي ضد هذا الفكر. ومنهم حمود الوجدي اللي الان عنده قناه حتى هو، اللي نتمنى من الناس تدخل تستافد منه حتى هو دوز هذا الفكر هذا مسكين وتراجع. وانا غندوز لكم دابا شويه تسمعوا واحد المقطع ديالو ديال الفيديو شنو تيقول على عبد العالي المجاهدي. دائما معكم المعتقل الإسلامي حمود الوجدي. للناس الجدد، معتقل في قضايا الإرهاب، ومن الذين تراجعوا عن تلك الأفكار التي لا علاقة لها بالإسلام. الناس اللي بعد اللي كانوا نصحوني في ديك الوقيته كان عبد العالي المجاهدي،
معتقل في قضايا الإرهاب، تنظيم القاعدة. شكون ناس اللي عاونوا هذا الراجل، هذا الشاب هذا اللي كان متاثر بالفكر ديال القاعده، ماشي ديال داعش، ديال القاعده، باش عرفوا. حيت القاعده كتكفر داعش وداعش كتكفر القاعده، وشي كيكفر شي حتى لعند مول الشي، كلشي تيقول لك انا هو المسلم. هادشي يجي في الاخر واحد الناس حرضوا واحد الشمكان، واحد الموسخ، واحد الميكروب يدير بيا تقرير اولا شكايه انني انا كنستقطبو. حشومه هاد الفيديوهات تيقولوا غير كنوهم الناس. علاش غنوهم الناس؟ الا كنت غنوهم الناس شنو انا باغي ندير؟ اش باغي ندير؟ اش باغي ندير؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. صافي في الحموشي راه هادشي بزاف، راه تكرفسوا علينا. وتحياتي والله، تحياتي لكم والله، ثقوا بيا، تحياتي لكم، تحياتي لكم بكل جديه، وتحياتي للفرقه الوطنيه والله تحياتي ليها. راه نصفاتني من واحد المشكل اللي لا داعي عاد نذكرو، نصفاتني خرجتني كما تنقولوا، كيفاش يقولوا داك المثل، كيف الشعره من العجينه. وانا ما داير والو، عرفوني، لقيت ملي دايرينو عليا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. هاد الناس ما تيرحموش، هاد الناس دايرين واحد المصيده واللي جا كيشدوه بها، ما تيرحموش، ما عندهمش واحد هذاك لا مسكين هذاك ما داير والو، لا داير ما دايرش اجي، وجيتي ما نعقلوش عليك، المهم داير ولا ما دايرش. والله حشومه انا ولد البلاد، علاش تظلموني هكا؟ علاش تعدوا بزاف عليا؟ شحال تحاربت مع الخونه ياك؟ شوف دخل دير عبد العال المجادي في اليوتيوب، بقى تقلب في الفيديوهات ديال عبد العال، ماشي ديالي انا، ماشي الفيديوهات اللي كنهضر عليهم انا، غتلقى بزاف حتى الخونه شنو تيقولوا عليا كلهم. شحال السبان سمعت، شحال ديال الهضره سمعت، شحال الاداه اديت، وداروا بيا شكايات، شي دارها من المانيا، شي دارها من امريكا، شي دارها من فرنسا، شي دارها من بلجيكا، كلشي كيشكي بيا، كانوا باغيني نغرق وما فهمتش شكون معايا. انا معاه من اين اتجاه؟ انا الارهاب مبقيتش معاه، بعدت عليهم كما كيسميوني هما، انا مرتد كافر. البلاد ديالي اللي انا معاها هي ما عطينيش اعتبار، ولو انها قداتني مؤخرا واحد البيلانتي كانوا دايرين ليا قبيح، الله يجازيهم بخير، ولكن هادشي راه تيخلع. شكون يكون معايا، شكون يكون في صفي؟ انا كندافع على بلادي، وخصني باش نطلع لعند انت العيطات ديال الفرقه الوطنيه نطلع حتى لكازا، راه خصني مصيبه ديال باش نخلص الفلوس ونطلع، وانا ما عنديش، ما خدامش، باش غنطلع؟ علاش؟ بحال واحد المره لقاو النمره ديالي عند واحد صديق ديالي كيبيع الغبره، صاحبي، لقاو النمره ديالي عنده في التليفون، عيطوا لي طلع عاوتاني حتى للرباط. شنو انا ما عنديش الفلوس داك الساعه، بعت التلفازه ديالي ديال الدار، بعتها ومشيت. ما فهمتش انايا الشهاده نهائيا، راني في بلادي انايا، ما فهمتش، راني في دارنا، هادي راه بلادي دارنا، انا راه تنعيش في بلادي وتحت القياده الرشيده لامير المؤمنين محمد السادس نصره الله. انا مع مالكي، انا كنتحمى بمالكي، وكنتحمى بالشرفاء البلاد اللي دايرهم الملك ديالي. ما غيجيش اداره وموظفين فيها يأديوني انايا انتقاما لصحابهم داخل السجون اللي كانت عندي معاهم مشاكل ودرت بهم شكايه، وكنت على الحق وتوقفوا من العمل ديالهم، او لا طاح ليهم لي كرات. راه بحال مثلا ديال البوداني بوشاره، بصح هضرت راه ديك القضيه ديال البوداني بوشاره كلشي كيعرفها، داك الشيء راه السيد انا شهدت في المحكمه، تحياتي للقضاء، القضاء شهد بالحق، يعني انا شهدت عند القضاء بالحق، بغيت نكذب قال لي خصك تقول الحق السيد الرئيس المحكمه، ونقول بان السيد كيفاش ضربوه، كيفاش عداو عليه، كيفاش
طلعتكم للسطح في الحبس راه طلعت على حقي. الا طلعت في السطح وما بغيتش ننزل حتى للفجر، تعدل الفجر حتى جات تقريبا ما شحال د القوه، راه طلعت على حقي في الحبس وباش ننزل لكم من سطح الحبس من 6 العشيه ولا تما حتى الفجر. يعني راه على حقي، حيت ما بغيتوش ديروا معايا الحل. درت اضرابات وجبت مسؤولين حتى للسجن شدوا لي حقي، يعني راه على حقي. قطعت هاد العروق في وسط الحبس علاش؟ على حقي. علاش تنتقموا مني دابا؟ دخلت عندكم ب 10 شهور الحبس، بغيتو تدولوا لي الحبس في وسط الحاله في الحبس، وباغيين تدولوا لي الحبس ل 10 سنين عاوتاني. نتوما الهم ديالكم انني نموت في الحبس. علاش؟ وانا ما ندير لكم والو. ياك نتلاقى اي موظف في الزنقه ما تنكرهكمش انايا. ياك الموظفين تنتلاقى خويا كيف بقيتي لاباس، وشحال الموظفين تنتعامل معاهم كاع. كنت عندي الطوموبيله كدايز ولا هذا، تلقى اوتو ستوب واقف تنركبو تنوصلو حتى لحد السجن وتما تندوز. علاش كتحقدوا على الانسان؟ علاش كديروا هكا؟ حشومه، عيب. ايوا راه تعذبت في هاد 10 شهور اللي عطا الله، كرفستوني. راه عندي السيد وكيل العام، شكيت ليه قال لي غنشد لك حقك، ما فهمتش، كلشي تقلب عليا انايا. ياك عراوني 2 المرات صحا عليا في وسط الحبس، ما نكذبش تنقول الحق. علاش؟ شنو بغيتو عندي؟ علاش نهضر على السجون؟ علاش نعاود القصص؟ علاش؟ انا عارف ماشي على هادشي، انا عارف علاش. كتقولوا المجاهدي عمرنا ننساوه من حياتنا شنو دوز علينا في 10 سنين. وديك الساعه كان عندي فكره الارهاب، كنتو عندي كفار. دابا انا نحسبكم خوتي. شنو باغيين عندي؟ نتوما الانسان اللي تراجع ولا عادي وطلب المسامحه ولا كيقول كلشي خوتي دابا وانا كنت خاطئ، علاش نتوما كدمجوا الناس؟ انت علاش خدام في داك السيرفيس؟ علاش؟ بطبيعه الحال انك باش تكون كدمج داك الارهابي وداك المجرم وداك القتال وداك الذباح وداك الفاسد وهذاك ما تكونش كتحقد انت. هادشي علاش خراوكم الاداره ديال السجون، خراتكم على هادشي. انت ما عندكش حق تحقد وما عندكش حق تنتقم، انت عندك حق تطبق القانون. والقانون 93 98 يثير وتنظيم السجون، اللي من حقي نمارس اي حق داخل المؤسسات السجنيه. نمارس الرياضه ديالي، نقرا، نخرج انايا الوقت ديالي مزيان، نشم الهواء في السجن، يعني نتدمج، نحاول نكون بحال الناس، ماشي الناس اللي اخطر عناصر كتردوهم احسن عناصر. وعبد العالي المجاهدي درتو له حقره تما في السجن، حقرتوني درتوني مصيف الف. ها هي راه كارت الحبس هي باقا عندي، انا ما جابداش. انا دابا داير الفيديو ما جابداش، ولكن حيت انا كنهضر عفوي. انا الفيديو ما تنوجد له ما والو، غير باش عارف. انا الفيديو ما تنوجد له ما والو، عفوي فهمتي. ولا كارت ديال الفيديو الجاي نوريها فيها ونبقى نقلب ولا شوف خوتي. فهمتوا خوتي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. واحد كان كيدافع على الوطن ديالو بحرقه كندافع على وطني، كندافع على بلادي. تأذيت بزاف. هذا الملف اذاني بزاف وباقيين تيأذيوني به. يعني خصنا من المسؤولين ديالنا يديروا معنا تيست، يجربونا بزاف المسائل ويحيدوا لي هذا، يحيدوا لنا هذا الملف. راه انا بغيت ندير مستقبلي، انا تنفكر انا نمشي فين ما عجبني، نخدم خدمتي. راه هذا الملف هذا راه معاديني. راه ملي تيجي كيقول لك مثلا غير مصطفى هذا كيجي كتعطيه البطاقه الوطنيه ديالك، كيطلع تيبغي يشوف تحقيق الهويه معاك، كتطلع له ارهابي دوز 10 سنين في الارهاب، دوز مصيبه الحبس في الارهاب. تيخليك واقف مرت شحال خصو تيتحقق منك. واش عاد يقول لك سير، عاد يقول لك سير. والله انا عييت. وديما انت قاد بزاف د الناس غير مواجهه عاديه وقاد به
ولكن كتخاف من داك المشكل هذاك البسيط اللي يوقع لك يلصقوا لك ملف الارهاب، بحال اللي وقع لي في العمايل. مشكل بسيط لقيت راسي في ملف الارهاب. مشكل مثلا ديال الضرب والجرح تقلب كله ملف اخر، ما فهمت والو. دابا اي حاجه غتبغي ديرها ارهابي ارهابي. انا ما ارهابيش، انا ما ارهابيش. ونتمنى المسؤولين باش ياخذوا هذه المساله بحمل الجد وبعين الاعتبار. كنلتمس من السي عبد اللطيف الحموشي وكل المسؤولين الشرفاء البلاد باش يدخلوا في هذا الملف ديالي، باش يدخلوا في هذا الملف ديالي. نرى ربي العالم بيا. انا مؤخرا تم استدعائي لهذا الملف هذا، وانا ما عندي حتى علاقه، باحتراماتي للناس اللي حقوا معايا نهار كامل باخلاق عاليه وبطيبوبه، وجزاهم الله خير على الحق اللي شدوا لي حقي. الله يجازيهم بالخير، حيت كون كانوا الناس القدام ما غيشدوليش حقي، غيشوفوني فريسه بين يديهم. ولكن هادو تيخافوا رب العالمين، تيحقوا معايا ملي كتجي وقت الصلاه كيمشيو يصليو، كيمشيو يسجدوا لله وخدامين. عرفوني ما كاين حتى شي حاجه وقالوا لي خويا مجاهدي ما تخافش، حنا كنعرفوك. حنا اي واحد قال لك راه حنا حاضرين، ما غايجيش حنا علينا الشمكار غيكذب علينا. ولكن ما خصناش حنا نشوفوا الشمكار هو اللي يكذب، خصنا نشوفوا شكون دفع الشمكار يقول داك الكلام كله وانا ما على باليش، وانا ما على باليش. حيت المساله خطيره. ما نقولش حنا غير واحد اوبسيكاتر حمق مريض نفسانيا تيكل الدواء في الحبس تيخرجوا بالحسن، يعني بالحسن الطبيب الحماق وتيدخلوه يشرب الفانيد وصافي راه. لا، خصنا نشوفوا شكون دفع هذا الحمق، وشكون قال الحمق يكتب بالمجاهدي الفرقه الوطنيه ويقول له هاد الهضره كلها يقولها، اللي هو ما على بالوش. لان لا علاقه لي به لا من قريب ولا من بعيد. انا ما تنكريسي هو تيكريسي، انا ما تنشفر هو تيشفر، انا ما تنغتصب نساء هو تيغتصب، انا ما كندير زق عباد الله. اكثر من هادشي كيضرب هذاك حتى والديه، كيسب حتى والديه، وما تيخليش لحتى واحد. واكثر من هادشي سمعت مؤخرا انا جالس مع اصدقاء والله فايت كذب على ناس اخرين، حرضوه على ناس اخرين وكذب عليهم ووصلهم مساكن حتى للمحكمه تا هما، وصلهم مساكن في وسط الحبس حتى للمحكمه وطلعوه. وهادشي كله شنو هو الهدف ديالو؟ تيقولوا له باش تبقى تخرج تسالى، تيخرجوك في الصطافيط وتمشي للمحكمه وتخرج وتشوف الناس وتشوف البنات. شي سبحان الله، باش يخرج داك الخرجه الصطافيط يقول ساريس ويدوروا معاه بكيات الكارو وداكشي. هذا هو اللي كاين. واحتراماتي كل مؤسسات الوطن، احتراماتي ليهم، واحتراماتي كل رؤساء ديال المؤسسات ومدراء وكل شيء ديال اي مؤسسه داخل الوطن ديالنا. الله يبارك فيهم ويعاونهم في العمل ديالهم. ولكن بغيت حقي يتشد باش ما يطاولوش عليا بعض الفاسدين. هادو عندي كيتسموا فاسدين، باش ما يطاولوش عليا، خاصة السجن رأس الماء. المشكل اللي باقي عندي هو حسن السيره، باش نبدي نخدم في واحد العمل اللي تلقالو لي ضروري حسن السيره وبديت خدم غدا. اذا الا كان هناك استجابه لطلبي فيا مرحبا، وإن لم يكن أي استجابة أو التفاتة فشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله.